ما بقاش ان انت بتبص بقى على كاس العالم والكلام اللي احنا قلناه من 10 12 يوم، ان احنا بنخطط ان احنا نوصل ازاي ان احنا نقدم مستويات عاليه في كاس العالم. لا، انت حتى الان ما عندكش اي لعيبه اصلا تقدر تكمل لنص الشهر الجاي خالص. فبالتالي الموضوع بقى مش كاس العالم، ده بقى دوري. يعني انت اوله عشان اللي معاك عرج، وصعدت ببركه دعاء الوالدين في بطوله افريقيا. هتلاعب يا اما الهلال السوداني ونخش في عكعكه ما يعلم بها ربنا، او الترجي والصراع الابدي اللي بينك وبين الترجي. وعندك المجموعه الثالثه فيها يا الجيش الملكي اعتقد يا سان داونز. لسه هنعرف بكره مين اللي هيصعد. فبالتالي الدنيا كلها صعبه، وانت قدامك 11 يوم ان انت تكون فريق. انا بقولها صراحه، قدامك 11 يوم ان انت تكون فريق، لان انت بالميت عايز مش اقل من 6 إلى 7 مراكز. محتاج راس حربه بديل لوسام ابو علي، محتاج 1 أو 2 مساكين بدلاء اللي موجودين، لان الموجودين اصلا واحد فيهم بيلعب ماتش ويغيب 3 4. محتاج باك رايت، لان حتى احنا يعني بنقول الحمد لله ان محمد هاني جه اصلا، وعلشان خالد فتاح ومحدش شايف فينا راجع من محمد هاني اصلا. محتاج تأيد معلول علشان انت ما عندكش لعيب تاني يتلعب باك ليفت، يعني طبعا بعد الاصابه الاخيره ليحيى عطيه الله. محتاج طبعا على الاقل كده، على الاقل 2 اجنحه، 2 اجنحه حرفيا، 2 اجنحه بمعنى الكلمه. وعايز لعيب 8 يشيل ورا امام، ما هو مش هيفضل لوحده، لان قفشه مش 8، عمرو السوليه كبر. فانت وبعدين، وطبعا دلوقتي بعد ما اسمه ايه هيمشي خلاص، يعني عايز لعيب برضو سوري 6، لكن مش هيلعب مروان عطيه لوحده. يعني انا مش عارف احنا وبعدين، يعني احنا مستنيين ايه؟ احنا ما عندناش خط في الملعب كامل غير حراسه المرمى فقط لا غير. الشناوي وشوبير وعندك حارس الثالث بتاعنا اهو بيقول يعني مش يعني كويس مش وحش، لكن وبعدين لا، ما فيهاش انفصال برضو. مش لا هلوم لعيبه، ولا هلوم اداري، ولا هلوم جهاز فني، ولا اي حاجه من دي، ولا لوم جمهور، ولا لوم حد. انا لوم مجلس اداره. انت حتى الان ايدك في المايه البارده، ما فكرتش في اي تدعيمات ممكنه تسند الفريق. مش هقول في كاس العالم اللي احنا بنحلم له، لا، على المدى القريب اللي هو البطولتين الوحيدين اللي عندك دلوقتي اللي هما الدوري وافريقيا. ولو انت معتمد ان الدوري كده كده بتزق وبتجيبه، فالدوري لا شيء، لان انت لو حتى افريقيا ما خدتهاش السنه دي فانت فقدت اول فرصه من 4 ان انت تصعد كاس عالم اللي بعد كده. وكمان بالمنظر ده انت مش برضو، انت بس مش هتطلع من بطوله افريقيا اللي هو عادي اي فريق ممكن يتغلب ويطلع، لا انت هتطلع بفضيحه، هتطلع بفضيحه حرفيا.